بعد انتهاء دور ال16 في دوري ابطال اوروبا، كنا عايزين نخلص من الكابوس بتاعنا ده اللي هو ريال مدريد. انا نفسي يدونا حظه، انا هاخد حظ ريال مدريد ده واخد ابطال اوروبا كل سنه كل سنه. ما عملش طول ال 90 دقيقه في الماتش، ما عملش ولا حاجه غير ان هي ضربه الجزاء وضيعها فينيسيوس. بس ما عملش حاجه تانية الماتش كله. اتلتيكو مدريد عمال يتعب ما فيش غير الشوط الاضافي هو اللي عمله. المهم دور ال 16 خلص، وبروسيا دورتموند هيقابل برشلونه. كده كده برشلونه ايه ان شاء الله هتعدي بروسيا دورتموند ده بسلاسه، لان بروسيا دورتموند ده اصلا تعبان وضعيف، هنعديه يعني. والبايرن والانتر. ريال مدريد قدامه طريق تاني اصعب من مين؟ من اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد لعب اصلا الفريق ده ما بحبوش، والله العظيم اكتر فريق انا ما بحبه هو اتلتيكو مدريد ده. ما علينا. هيقابل الارسنال. هيقابل مين؟ الارسنال. وباريس هيقابل مين؟ استون فيلا. انا اتوقع مع الحظ اللي هو ماشي، لو ريال مدريد وصل لدور الثمانية، وصل لدور الربع النهائي، شكرا. لو ربع النهائي ده شكرا خد البطولة. مع الحظ واللعب اللي ما فيهوش اي تفكير، وماشية معاه حلاوة حلاوة، ماشية معاه ما عملش حاجة. اهو كله ناس شاب، بس هيجي واحد يقول لك يا عم احنا اتلتيكو احنا ريال مدريد، احنا الاساطير، احنا البطولات، احنا مش عارف. يا عم انا عارف، انا عارف، وانا كنت خايف ان هو يوصل اصلا من مين؟ كنت خايف انه يوصل ربع النهائي، ووصل. وصل دور الثمانية اهو. وهيعدي الارسنال، هيعديه. مع الحظ ده هيعديه. انا اي نعم الارسنال، يعني اللعب بتاع ارسنال مختلف على الاتلتيكو مدريد. ارسنال مش بيعتمد على الهجمه المرتده، لا الارسنال بيعتمد، ما بيعتمدش على اي حاجه، بيهاجم وخلاص. اهو ماشيه معاه برضو ده كمان. هنفترض هنفترض ان الريال ده هيعدي مين؟ هيعدي الارسنال. وهيقابل باريس سان جيرمان، لان باريس سان جيرمان هتعدي من استون فيلا، دي معروفه. باريس والريال ممكن ينافسوا بعض في النهائي، لان هم نفس المستوى ونفس السرعات ونفس الهجوم. فانا اتوقع، يعني ان توقعاتي ان الريال مدريد ده ماشيه معاه سكينه في الحلاوه مع نفسه. منه لله، منه لله. اللي خلاه ريال مدريد صعد على حسابه. باريس سان جيرمان صعد على حسابه مين؟ مانشستر سيتي. الحسنة الوحيدة اللي هو عملها ان هو خد مرموش وانضم اليه. هو ده الحسنة الوحيدة اللي عملها جوارديولا من اول الموسم الخرا اللي هو عامله ده. انا نفسي اعرف ايه كمية الحظ اللي في ريال مدريد دي. اي نعم هو فريق، انا معاك ان هو فريق حلو وقوي، بس هو سلاحه معروف، امبابي وفينيسيوس ورودريجو. دول ما اشتغلوش، شكرا، ما هم النهارده ما اشتغلوش. سيميوني قفل طول ال90 دقيقة، ما فيش هجمة خطيرة، هجمة واحدة. هات لي هجمة واحدة لريال مدريد مع اتلتيكو خطيرة كده وراحت للجون وضيعوا فرصة وما ضيعوش فرصة، ما فيش. وبلاك هيجي له برد من كتر ما هو واقف، ما فيش كور بتجيله. عندي يوصلوا عند المرمى وروحوا مضيعينها كورتين على السريع كده وروحوا ضاعوا. ما علينا. المهم اهو الريال صعد، والخوف ابتدى، لان الكابوس هو ده كابوس كرة القدم. ده كابوس الكرة الأوروبية مين؟ ده كابوس العالم كله. العالم كله أي بطولة داخل فيها واخدها. عامل زي ما بيتحسدش، ما بيتحسدش. نفسي حد يحسده يديله عين يوقفه كده، ما بيتحسدش، ما فيش فايدة، ما فيش فايدة. على 120 دقيقة، 120 دقيقة مستني فرصة، ما فيش غير بتاعت كوريا دي اللي هو لو رجعها لورا كده كان خلاص خلصتنا من حم الحوار اللي احنا فيه كل سنة في الموضوع. كل موسم ما معناش غير ريال مدريد، كل موسم ما معناش غير ريال مدريد. انا اتمنى ان ريال مدريد يقابلني في الابطال، بس هقول لك الابطال يختلف عن الدوري الاسباني، لان انا مديله 4 في الدوري الاسباني واخد منه السوبر ب5. بس هو في الابطال فريق حاجه تانية، فريق حاجه تانية. ما اعرفش ايه اللي بيحصل، والله ما اعرف ايه اللي بيحصل في ريال مدريد. يروح متحول كده ويعدي كل البطولات. يا بخت اللي اهلاوي ومشجع ريال مدريد، ومش يا بخت اللي اهلاوي اللي زيي وبيشجع برشلونه. في الموسم ده في الموسم ده اقول لك هات لي اي فريق، ولا ريال مدريد ولا بايرن ميونخ ولا انتر. احنا هنعدي ان شاء الله. البايرن كده كده هيعدي الانتر، واحتمال الانتر يعدي البايرن، لانه الاثنين في مستوى بعض. الانتر مش زي البايرن، مش زي قوة زمان، لا، اختلفت. الانتر اقوى من البايرن دفاعيا مش هجومي.
البايرن اقوى هجومي مش دفاعي، ف اللي مش هيفرقوا ان الاثنين زي بعض. بس انا كنت عايز البايرن. ليه البايرن؟ لانه لعبه متفتح، بيفتح الماتش كده، مش زي الانتر. الانتر ده عامل زي اتلتيكو مدريد كده، بيقفل وياخد الهدف وشكرا وينام عليه، عايز يصعد باي طريقه، باي حوار. يعني نخلص من الماتش ندخل في الفار. الفار لغى الكوره بتاعت الفاريز، رجله خبطت في الرجلين الاثنين، خبطوا ما حبكتش، يعني الماتش كله ما وقعش وما غلطش. في الكوره ضربه الجزاء هي اللي غلطت. دخلنا في الفار، عايزين نعدي ريال مدريد، لا مش هتعدي ريال مدريد. طب هنعديه امتى؟ مين اللي هيهزمه؟ هات لي فريق يهزمه، انا عايز اهزمه، نفسي اهزم. مين اللي هيهزمه؟ مين هيهزم ريال مدريد؟ لا حول ولا قوه الا بالله.